مرحبا. توازن القوى الفراغية عملي علم السكون. مثال رقم 1: في الجملة الفراغية المبينة بالشكل 1 المطلوب تعيين ما يلي: 1. شعاع المحصلة وشدتها. 2. زاوية ميل المحصلة على المحور Z حيث جهة المحصلة عكس جهة المحور Z. 3. شعاع العزم. هاي الجملة الفراغية أثرت عليها بضغط رياح وليكن محصلة F1 تساوي 6 كيلو نيوتن، هاي هي القوة الأفقية. خلينا نقول قوة مائلة جايتني من درج مثلا، شاحة درج هياتها اللي هي شد F2 8 كيلو نيوتن، وتميل على خلينا نقول على المحور واي بزاوية 30 درجة. أبعاد المجسم 4 متر طوله، عرضه 2 متر، ارتفاعه 3 متر. المطلوب مني شعاع المحصلة R وزاوية ميلها على المحور Z بالإضافة إلى شعاع العزم. حللت الحل طبعا حللت القوة المائلة هاي ال F2 إلى مركبتين طبعا بالإسقاط بدلالة ساين الزاوية 30 وكوساين الزاوية 30. هاي المركبة سميتها F2Z، هاي اتجاهها للأسفل، وهاي المركبة الثانية F2Y اللي هي بتساوي F2 بكوساين 30. طبعا بعد التبديل طلع معي المركبة الأولى اللي هاي اللي F2Z قيمتها ناقص 4 كيلو نيوتن، والF2Y طلع معي 7 كيلو نيوتن. هلا مركبات القوى المؤثرة، لكل قوة لها 3 مركبات باعتبار أنا عم بدرسها بالفراغ. القوة هاي الF1 هاي مركباتها: المركبة الأولى 0، المركبة الثانية 6، المركبة الثالثة 0 كيلو نيوتن. طبعا هي تعامد المستوي ما بين طبعا هون المبدأ OXZ، وبالتالي تعامد هذا المستوي. إذا مركباتها على الإكس وعلى الزد أصفار. مركبة القوة الثانية المائلة هاي F2 طبعا هي عبارة عن 0 7 ناقص 4 كيلو نيوتن. هلا مركبات المحصلة هي جمع المركبات القوى، يعني هون 0 زائد 0 يساوي 0، إذا RX تساوي 0. المركبة الأولى 0، طبعا جمعت 6 مع 7 طلع معي 13. المركبة الثانية وجمعت 0 مع الناقص 4 طلع معي ناقص 4 كيلو نيوتن. شعاع الR ما هو إلا منسوب إلى جملة الإحداثيات 0 بشعاع الواحدة I زائد 13 اللي هو الRY بالشعاع الواحدة G ناقص المركبة على المحور Z اللي هي 4 طلعت معي طبعا ناقص 4 بشعاع الواحدة K. إذا هاي عندي شعاع المحصلة. شدة المحصلة طبعا تحت الجذر للتربيع، بدلت وعوضت، طلع الحقيقة معي قيمتين. طبعا هون طلع معي زائد ناقص 13.6 كيلو نيوتن. احنا هون رح نعتمد القيمة السالبة. ليش رح نعتمد القيمة السالبة؟ لأني في المثال هون قلت انه جهة المحصلة فرضت عكس جهة المحور، يعني المحصلة تؤثر إلى الكتلة أو إلى البناء، وبالتالي اعتمدت الإشارة السالبة. هاي الملاحظة مهمة جدا تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا من خلال الكوساين الجاما تساوي المركبة على المحور زد على المحصلة، طبعا الناقص مع الناقص صار زائد. الجواب طلع معي 0.2941. شو هي الزاوية اللي كوساينها 0.2941؟ طلع معي الزاوية عبارة عن 72.89 درجة، أي المحصلة تميل على المحور زد بزاوية 72.89 درجة. فيما يتعلق بعزم شعاع العزم، طبعا شعاع العزم هو ايش؟ العزم الناجم عن القوة F1 هاي الأفقية التي تمثل عندي مثلا ضغط رياح، والعزم الناجم عن القوة هاي المائلة اللي مثلا شاحة درج. طبعا المعروف العزم القوة ضرب الذراع، والجهة مع المحور
عفوا الجهة مع عقارب الساعة سالب. طبقنا هالقواعد هاي. عزم القوة F1 اللي هي عبارة عن شو؟ المركبة الأولى اللي هي شدة القوة هنيك اللي هي 6 هاي شدتها، لاحظوا عم بتدور وين؟ بتدور حول المحور إكس مع عقارب الساعة، إذا هي سالبة. إذا المركبة هاي سالبة. طبعا 6 بذراعها 3 ارتفاع البناء اللي هو شو صار معي؟ ناقص 18 كيلو نيوتن متر. طبعا الF1 هون أنا ملاحظ أنها بتوازي المحور واي، وبالتالي عزمها صفر. ليش؟ أنا بتوازي المحور واي. حول الزد في دوران. الزد هون الF1 بتدور حول الزد عكس الساعة، وبالتالي F1 بالذراع هون صار الذراع 2 متر. 2 متر يعني 6 ب2 متر اللي هي 12 كيلو نيوتن متر. بالمثل حسبت عزم القوة F2. طبعا أخذت بعين الاعتبار المركبتين حول المحور إكس، الإف هون الF2 واي والF2 زد دوران حول الإكس. أنا شايف إنهم دوران حول الإكس. بدلت طبعا طلع معي مع اعتبار الإشارة طلع معي ناقص 37 كيلو نيوتن متر مضروب بالمتر طبعا. والعزم حول المحور واي أنا شايف هون المركبتين هذول واحدة توازي المحور واي وواحدة تتقاطع مع المحور واي، لذلك ما في عزم عندي حول المحور واي الناجم عن القوة F2، وبالتالي العزم صفر. وكذلك الأمر ما عندي أنا عزم حول المحور زد. ليش؟ لأنه المركبة هاي شايفينها عم تتقاطع مع المحور زد، والمركبة الثانية هاي اللي سميتها F2 زد توازي المحور زد، وبالتالي العزم حول محور زد الناجم عن هذه القوة هو معدوم يساوي صفر. طبعا للوصول إلى شعاع العزم جمعت المركبات المتوافقة، طلع معي شعاع العزم اللي هو ناقص 55 بآي شعاع زائد 0 بجي شعاع زائد 12 بكي شعاع مثل ما انتم شايفين. وأشكر حسن استماعكم.